من اكتر السؤال اللي بتساله يا دكتور، انا عندي انزلاق غضروفي عنقي، عندي غضروف منزلق في الفقرات العنقيه، ايه اللي اعراضه بالمناسبه؟ بتكون الم في الرقبه، ممكن تسميع في الرقبه من هنا او في الاكتاف او تنزل حتى على الدراعين. دكتور انا بتمرن في الجيم، والجيم هو جزء اساسي جدا من حياتي. كل الدكاتره اللي رحت لهم قالوا لي وقف الجيم تماما، وفي دكاتره ثانيين على النقيض بيقولوا لي اتمرن كل التمرينات عادي انت كويس. انا احترت يا دكتور ما بين الافراط والتفريط، اعمل ايه؟ انا جاي النهارده افهمك ليه في بعض التمرينات ممنوع عليك وايه هي التمرينات دي بالظبط، عشان ان شاء الله تكون في السيف زون او في المنطقه الامنه. كده انت فهمت حالتك من خلال فيديوهاتنا بتاعت قبل كده، وعرفت التمرينات الممنوع عليك. ما دون ذلك بتاعتك بقى، لان في اختلافات ما بين كل حاله والثانيه. ففيديو جامد هقول لك على 10 تمرينات او 10 حاجات بشكل عام ممنوع عليك كمريض انزلاق غضروفي عنقي. لو تجنبت ال10 حالات دول فانت جود تو جو وانت برنس وكويس جدا، وما تقلقش ان شاء الله بعد العلاج الطبيعي بتاعك هترجع كويس جدا، وحتى ال10 دول ممكن نسمح لك بيهم، لكن لما تخف خالص وتبقى كويس والدكتور بتاعك هو اللي هيقول لك الكلام ده. ففيديو حلو كده ولذيذ ودسم. رجع ظهرك لورا ورجع واسحب دقنك عليك كده، يلا بينا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. معاكم الدكتور حازم طارق، دكتور علاج طبيعي ومدرب شخصي معتمد. يعني جايبين لك الحاجتين، هقول لك وجهه نظري كعلاج طبيعي في الحاله بتاعتك، واقول لك الغضروف ده عباره عن ايه واعراضه عامله ازاي، وهقول لك ليه كمدرب شخصي معتمد في بعض التمرينات طبيا انا عارف ان هي مش احسن حاجه ليك، وهقول لك برضه السبب عشان اذا عرف السبب بطل العجب. بذمتك هل هذا الفيديو لا يستاهل منك ان انت تعمل لايكات كتير وتشيره وتكتب لي تعليق حلو؟ يعني بنتعب عشانكم كمان. ومش بس كده، ده في اخر الفيديو في مفاجاه ليك، يعني انا مش هنساك، انا مدلعك. فيعني شوف الفيديوهات، ولو مش مشغل الجرس لحد دلوقتي معلش انا عارف طلباتي كترت في الفيديو ده، بس لو مش مشغل الجرس فانت بتهزر. بتفاجئ كتير جدا لما الناس تقول لي يا دكتور هو انت وقفت ليه فيديوهات؟ اقول لهم والله يا جماعه انا بعمل فيديوهات عادي. يقولوا لي طب وانا ليه فيديوهاتك ما بتوصليش؟ لو انت عامل سبسكرايب بالفعل هتلاقي في علامه جرس، لو انت بالفعل مشغل الجرس اقفله في الاول وبعدين شغله تاني. يوتيوب كده يعرف ان انت مهتم بالقناه دي ويبدا يبعت لك فيديوهاتنا. اولا ايه هو طبيا الانزلاق الغضروفي باختصار وعجاله سريعه؟ فقراتك اللي فوق بعضها دي كلها ما بينهم حاجه اسمها غضروف، ده بيمتص الصدمات وبيساعد في حركه الفقرات. بس الغضروف ده لسبب او اخر بيبدا يحصل له انزلاق او يبدا يتزحلق ويخرج يعمل لي التهابات في منطقه الفقرات العنقيه والاعصاب المحيطه بيها. بعض الغضاريف ممكن تعمل لي الام في العنقيه بس، والبعض الاخر ممكن يسمع لي سواء كان في رقبتي او في كتافي او حتى دراعاتي او حتى صابع ايدي. لو عندك اي اعراض من الحاجات دي كلها اعرف ان حاله الغضروف بتاعتك بتمر بثلاث مراحل. المرحله الاولى بنسميها المرحله الحاده او الاكيوت فيز، والمرحله الثانيه بنسميها لما بعد الحاده او السب اكيوت فيز، والمرحله الثالثه بنسميها الكرونيك فيز او المرحله المزمنه. اي حد جاله ديسك هيمر على ثلاث مراحل. دكتور المرحله المزمنه دي يعني عندي غضروف مش هيخف؟ مش ده المقصود خالص دلوقتي. المرحله الحاده دي في الغالب انت اصلا مش هتتمرن فيها، ليه؟ لان انت هتكون متالم جدا جدا جدا، مش طايق نفسك، ماشي على المسكنات وبسط العضلات والحاجات اللي الدكتور كاتب لك عليها، بالاضافه طبعا لادويه الاعصاب لو في اعراض اعصاب. واكيد المرحله دي ما فيهاش تمارين اصلا، وانا مش محتاج اقول لك الكلام ده، انت اساسا مش هيكون عندك القدره تتمرن فيها. المرحله الثانيه المرحله ما بعد الحد او السب اكيوت فيز، ودي المرحله اللي فيها الشغل كله او المرحله الحساسه، اتمرن ولا ما اتمرنش. ودي المرحله برضو اللي هتكون في الغالب بدات فيها العلاج الطبيعي من فتره، ودي المرحله اللي برضو لو مشيت معاك كويس هتستريح قوي في المرحله الثالثه او المرحله الكرونيك او المرحله المزمنه. طب انتقلنا للمرحله الكرونيك او المزمنه، المرحله دي هي المرحله اللي انت بيبدا اعراض الغضروف حاجه من الاثنين تحصل، يا تريزولف وتروح خالص وتبقى الدنيا فله كويسه لو انت عملت العلاج الطبيعي بتاعك كويس وفي الوقت المناسب، يا اما الاعراض تفضل معاك وممكن تزيد شويه، ده لو انت اهملت في حالتك في المرحلتين اللي فاتوا. كلامنا كله بشكل اساسي في الفيديو على التمرينات اللي هقولها دلوقتي محرمه، هي محرمه في السب اكيوت فيز او في المرحله اللي في النص. واكيد لو اعراض المرحله اللي في النص دي اللي هي الالام لسه موجوده شويه ومكمله معاك في المرحله الكرونيك هتفضل التمرينات دي ممنوعه معاك. انما لو الاعراض راحت في المرحله الكرونيك اللي جايه دلوقتي فالتمرينات اللي هقول لك عليها دي ممكن تمشي. ليه بقول ممكن؟ لان هقول لك ارجع للدكتور بتاع العلاج الطبيعي بتاعك اللي بيعالجك، هو اللي يقول لك ايه فيهم ينفع وايه فيهم لا، لان زي دايما ما بقول هذه الفيديوهات هي فيديوهات تعليميه وكل حاله مختلفه عن الحاله الثانيه، فانا اكيد قبل ما اعمل لك اي فيديو انا مش هضرك، لن اضرك ابدا، وبالتالي لازم انقل لك المعلومه كامله بهذه الطريقه. وندخل بقى للزتونه بتاعت الفيديو ال10 تمرينات الممنوعه. اول تمرينات ممنوع معانا وهي تمرينات الايروبكس او التمرينات الهوائيه العنيفه، زي تمرين الجامبنج جاكس، وزي تمرين الجامب روب او نط الحبل، وزي الاكستريم راننج او الجري المفرط العنيف. كل الحاجات دي كلها بتخلي مفيش استابيليتي في منطقه الفقرات العنقيه، او تبدا الفقرات تبدا ترجرج منك بالشكل ده. لما ده يحصل طبعا الديسك لسه مش ستيبل، فممكن يحصل التهابات اكتر في المنطقه او في العصب، فدي تمرينات ممنوع معاك الى ان يهدى خالص وضع الديسك ويحصل استابيليتي او ثبات كويس في منطقه الفقرات العنقيه. تاني قاعده في التمرينات الممنوعه، اي تمرينات بتحصل فيها تاني في الرقبه كتير جدا اعتبرها ممنوع معاك. مش هسمي لك اي تمرينات دلوقتي، بس اي تمرين انت هتبدا تعمله في الجيم يبدا ياخد رقبتك في تاني كده جامد مع تحميل، هذا التمرين تمرين خاطئ اكيد وممنوع الى ان يثبت عكس ذلك. ثالث تمرين تمرين البطن المشهور جدا هو تمرين السيت ابس وحتى تمرين الكيرل ابس. السيت ابس ان انت تقوم لحد فوق خالص، واحنا عرفنا قبل كده من فيديوهات ان احنا بنمنع التمرين دوت على مرضى الفقرات القطنيه، والسيت
السيت ابس برده ممنوع على الفقرات العنقيه هو كمان، والكيرل ابس. الكيرل اب العادي بالنسبه للظهر بس ممكن ما يبقاش عادي بالنسبه لنا في الرقبه نتيجه التاني اللي بيحصل فيها. رابع حاجه اي تمرين بشكل عام في المرحله الحاده. لاحظوا ان احنا ديجافوها، احنا قلنا الكلام ده قبل كده بس انا باكده وبحطه في نقطه كامله عشان تبقى عارف ان في مرحله الاكيوت فيز المرحله الحاده دي مش بنعمل فيها تمرينات خالص، فضلا عن تمرينات العلاج الطبيعي اللي تحت اشراف دكتور، دي فقط بس اللي ممكن نعملها تحت اشراف الدكتور. خامس حاجه ممنوع عليك اثناء التمرين هي ان انت تكتم نفسك اثناء التمرين. كتم النفس اثناء التمرين بيعمل حاجه اسمها فالزالفا مانوفر. الفالزالفا مانوفر دي بتعلي الضغط جامد في الجسم، ضغط الدم والضغط اللي داخل الديسك بنسميه الانترا ديسكال بريشر. الضغط داخل الديسك زاد يعني الديسك هيحصل له بروتروجن او يبدا يخرج اكتر فيضغط لي على العصب او يعمل لي التهابات فيه، واكيد انت مش عايز تعمل ده. وخلي بالك نقطه كتم النفس دي مستمره معاك الى ما شاء الله، لان اي وقت هتكتم فيه نفسك اضعف حته في جسمك هيحصل فيها فيلير. لاحظوا دايما اي تمرين في السليم احنا بنعمله وارجعوا للفيديوهات تلاقي في خطوه كامله فيه نظم تنفسك اثناء التمرين. سادس تمرين معانا ممنوع وهو الشولدر شراجز، سواء كان بالبار او سواء كان بالدمبل. الشولدر شراجز بيعمل استرتش او تنشن جامد على عضلات الترابيس اللي ماسكه في الفقرات العنقيه بشكل مباشر، فلو عندك امبالانس او عدم توازنات ما بينهم فضلا عن ان هم اصلا متنشنين ده هينقل التنشن او الحمل على الفقرات العنقيه وبالتالي الغضاريف وبالتالي يعمل لك مشكله. فده من التمرينات الاساسيه الدايركت الممنوعه خالص في السب اكيوت فيز الى ان يسمح لك بها الدكتور. التمرين رقم 7 الممنوع معانا هو التمرين البنت اوفر روز، وده احد تمرينات الظهر. نتيجه التمييله بتاعتك لقدام رقبتك اصلا بتكون محطوطه في وضع تاني شويه، بالاضافه اللي بيحصل شويه استرتش على الترابيس اللي ممكن يعمل لك مشاكل في الرقبه، وبالتالي الباب الذي ياتي لك منه الريح سده واستريح. والتمرين رقم 8 معانا وهو الباربل اوفر هيد بريس، تمرين الكتف المعروف جدا بالبار. التمرين ده مشكلته بالبار ايه؟ ان هو يخلي في حركه في رقبتك اثناء التمرين عشان تعمل كليرنس للبار وتبدا تعمله بشكل صحيح. الحركه بتاعت الرقبه دي انا مش عايزها في مرحله السب اكيوت، انما لو هتستبدل التمرين دوت مثلا بتمرين دمبل بريسز ما عنديش مشكله خالص ما دام محافظ على الاستابيليتي بتاعت رقبتك. ومع ذلك اي تمرين في اللي احنا ما قلناهمش تسبب لك في الم في الرقبه لازم تتوقف عنده، لان انت اكيد يا بتعمله بشكل غلط يا اما هو مش مناسب لحالتك انت بالذات. التمرين رقم 9 انتوا كنتوا عارفين التمرين ده جاي، وهو تمرين الديد ليفت، تمرين الرفعه المميته. انا بحس ان الديد ليفت ده يعني ايه، احنا ظالمينه معانا في كل حاجه، اي حاجه بتتمنع لازم بتلاقي القائمه بتاعتها فيها ديد ليفت. انا مش عارف ليه التمرين ده يعني، واللي سماه ديد ليفت ليه؟ ما هو برده يعني ملفظ السعد. ايه المشكله في تمرين الديد ليفت معاه؟ ان هو برده بيعمل استرتش جامد جدا جدا على عضلات الترابيز زي الشولدر شراجز كده، بالاضافه ان ده كمان بياخد الرقبه في ثانيه، انت بتبقى نازل لقدام فالتحميل على الرقبه ما بيبقاش احسن حاجه، فالتمرين ده انت مش هترجع له الا باذن الدكتور. والتمرين رقم 10 معانا وحبيت اخرجه من تمرينات الكارديو لوحده لان التمرين ده ناس كتير قوي بتحبه، هو تمرين البيربيز. كنا وضحنا فيديو كامل عن تمرين البيربيز، تمرين في السليم، ممكن تشوفه من هنا. طبعا هتشوفه ان شاء الله لما ترجع تتمرن لان التمرين ده دلوقتي هيكون ممنوع. البيربيز ده مشكلته مشكله ليه بقى؟ لان بيحصل فيه تنطيط وتغيير بوزيشن فالرقبه بتتحدف حرفيا، فالحدفه دي بشكل عام في المرحله بتاعت السب اكيوت اكيد احنا مش عايزينها. وبس كده يا ابطال، دول كان معاكم 10 رولز تقريبا في الجيم لتمرينات ممنوع عليك في المرحله ما بعد الحد او السب اكيوت فيز، وممكن تستمر معاك فتره لحد ما الدكتور يسمح لك بذلك. ما دون ذلك من التمرينات جربه ان شاء الله مش هيكون فيه مشكله، لكن اي تمرين اخر تسبب لك بالم في الرقبه او زود الاحساس بالتنميل في دراعاتك اكيد لازم تتوقف عنه. والمفاجاه اللي سايبها لكم من اول الفيديو، في خصم 50% على كشف العلاج الطبيعي في مركز مصر كلينيك عشان تبدا تعمل العلاج الطبيعي والجلسات بتاعتك عندنا ان شاء الله بكل سهوله، وبحاول اسهل عليكم لمده اسبوع كامل لاعضاء مصر كلينيك بس ومتابعين على يوتيوب. فان شاء الله ناخدك من السب اكيوت للكرونيك فيز بشكل امن جدا ان شاء الله، والديسك بتاع رقبتك ده باذن الله يبقى في الماضي والام الرقبه والدراعات تختفي تماما. عايز تعرف تفاصيل هتلاقي التفاصيل تحت في الديسكربشن. كان معاكم دكتور حازم طارق، اشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله. السلام عليكم.